النهارده هكلمكم عن موضوع اتسالت عنه كتير، وهو امتى نبدا نغسل اسنان اطفالنا. خليني في الاول افكرك ان احنا كنا قلنا قبل كده ان الطفل من اول عمر 6 الى 7 شهور، من اول ما الاسنان اللبنيه تبدا تطلع لازم نشيل بقايا اللبن من على الاسنان، وده عن طريق يا اما الفينجر براش او عن طريق قطنه او شاشه مبلوله ننظف بيها بقايا اللبن من على الاسنان. وخليني اضيف لمعلوماتك ان الاسنان اللبنيه اكثر عرضه واسرع في التسوس من الاسنان الدايمه، وده بيرجع لاسباب منها ان احنا صعب نستخدم الفرشه مع الطفل، حتى لو استخدمناها مره مش بنعرف ننتظم عليها. وتاني حاجه ان الوجبات اللي الطفل بياكلها حتى سواء لبن الرضاعه او حتى الاكل لما يبدا يدخل للطفل بتكون غنيه بالسكريات، كل دي اسباب بتسرع من فرصه التسوس في الاسنان اللبنيه. طيب امتى ممكن نستخدم الفرشه مع الطفل؟ ممكن من اول عمر 2 الى 3 سنين. ممكن الاب او الام يمسك ايد الطفل ويعلمه ازاي يستخدم الفرشه وازاي يمسك الفرشه، ويبدا يوجهه ان هو يشيل بقايا الاكل من على الاسنان. ممكن الطفل في الاول ما يكونش بيحب طعم المعجون، عشان كده ممكن نستغنى عن المعجون مؤقتا، وهنا دور الفرشه اهم بكتير من دور المعجون. او حتى ان المعجون ممكن نغيره كل فتره لغايه ما نوصل لمعجون الطفل يكون بيحبه. وكذلك كميه المعجون المستخدمه لازم تكون قليله جدا، عشان حتى لو الطفل بلع منها جزء بسيط ما يكونش فيه اي مشكله. اما من عمر 3 سنين ونص الى 4 سنين ممكن الطفل يبدا يعتمد على نفسه في ان هو يستخدم الفرشه لوحده، واحنا هنا بنراقبه ونبدا نشجعه ونجيب له هدايا ومكافآت لو هو انتظم على استخدام الفرشه والمعجون. وممكن ان احنا نغير له الفرشه كل فتره على الشكل اللي هو بيحبه او على شكل شخصيه كرتونيه هو بيحبها. كل دي حاجات هتحفزه ان هو يستخدم الفرشه بانتظام. وكذلك ما ننساش ان احنا كبالغين لما نيجي نغسل اسناننا لازم نغسلها قدام اطفالنا عشان يقلدونا، ونشجعهم ان هم يتعودوا على استخدام الفرشه والمعجون من صغرهم.